باتريك إمام عاشور يقود الأهلي إلى صدارة مجموعته بعد ريمونتادا أمام استاد أبيجان من تأخر بهدف إلى فوز بثلاثية، وبيراميدز يصعد رسميا إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، والرجاء يلحق بمازيمبي ويودع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات. في ظل تألقه وتوقعات عودته، سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم أحمد قندوسي نهائيا من الأهلي، وكهربا رسميا إلى الاتحاد الليبي والإعلان الرسمي خلال ساعات. رسميا قطر القطري يعلن التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسيتاو مقابل 160 ألف دولار قيمة بيع اللاعب للأهلي، ويخوض اللاعب أول مبارياته 17 يناير القادم أمام النصر الإماراتي. بطلب من المدرب ستيفن جيرارد، الاتفاق السعودي يرسل عرض رسمي للزمالك لاستعارة لاعبه أحمد السيد زيزو مقابل 1.5 مليون دولار، وإدارة الأبيض ترحب بتجديد اللاعب ثم رحيله. توماس جروتر مدرب حراس الزمالك يصل القاهرة ويبدأ مهمته بعد عودة الفريق من موزمبيق، ورئيس أحد يرفض قطع إعارة ميشالاك، والبوفورس السويدي يرغب في استعارة الفلسطيني عمر فرج، وأحمد فتوح ومحمود بن تايج جاهزان لمباراة بلاك بولز غدا، والفريق يرتدي الزي الأبيض بالكامل والأزرق لبطل موزمبيق. الفتح السعودي يتوصل لاتفاق رسمي مع حكيم زياش للانضمام لفريق المدرب جوزيه جوميز في فترة الانتقالات الحالية، واتحاد جدة السعودي يرغب في التعاقد مع فرينكي ديونج لاعب وسط برشلونة، والهلال السعودي منفتح على التعاقد مع نونيز مهاجم ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. رغبة في ترميم خط دفاعه بعد طلب كايل ووكر الرحيل، بيب جوارديولا يطلب التعاقد مع مدافع نيس الفرنسي حسنوف، وللعام الخامس على التوالي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أفضل لاعب نرويجي لعام 2024. المدرب الأسباني بيب جوارديولا يجدد إصراره على التعاقد مع عمر مرموش، وفرانكفورت لا يمانع رحيل اللاعب في حال تجاوز العرض المالي 60 مليون يورو. ومن جانبه قاد اليوم عمر مرموش فريقه انتراخت فرانكفورت للفوز على فريق سانت باولي بهدف نظيف، ليصبح الأكثر مساهمة والأكثر تسجيلا والأكثر صناعة في البوندسليغا بهدف وحيد من ركلة جزاء. هاري كين يقود بايرن ميونخ لفوز على بروسيا مونشنجلادباخ، لينفرد الفريق البافاري بصدارة الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، وبهدف لكل فريق. التعادل الإيجابي يحسم ديربي تورينو بين اليوفي وفريق المدينة.